مع تعدد إصدارات بيجو للسيارات الاقتصادية بشكلها المميز، ظهر موديل جديد من بيجو وهو بيجو 306. سنة 1993 تم تصنيع بيجو 306 في فرنسا وبلاد تانية زي انجلترا والارجنتين وايران واماكن تانية للتجميع على حسب الوكيل المستورد، واستمر الانتاج لسنة 2002. ال 306 نزلت بموديلات مختلفة منها الستيشن والسيدان والهاتشباك، لكن للعلم الأكثر انتشارا تقريبا هو موديلات الهاتشباك، عشان كده هنركز عليها النهاردة. والموديلات دي كانت عبارة عن بيجو 306 اكس ار واكس تي واكس ان، ودي كانت النسخ الأولى مع بداية إصدارها مع تجهيزات بسيطة وأساسية. بيجو 306 اس ار اس ال اس، ودي كانت موديلات اكثر تجهيزا من موديلات النسخ الاولى اللي لسه قايلك عليها، فكانت بتيجي مع تكييف اقوى وطبعا سنترلوك وازاز كهرباء وساوند سيستم وتجهيزات اضافيه غير دي. بيجو 306 جي تي اي، ولما تسمع جي تي اي اعرف ان دي هتبقى نسخه استثنائيه من حيث قوه الموتور والاداء الرياضي مع تطوير في نظام التعليق والفرامل. بيجو 306 كابروليه، ودي تعتبر اجمل نسخه من 306 مع تجهيزات متكامله عشان تديك تجربه قياده جميله جدا. اما اخر نسخه كانت بيجو 306 بريك، والنسخه دي كانت ام يو في، ومناسبه جدا انها تكون عمليه بسبب مساحات التخزين الكبيره مع امكانيه طي المقاعد الخلفيه. وخليك عارف ان اخر نسختين سواء الكابروليه او البريك انتاجهم كان محدود ومش منتشرين بشكل كبير. موديلات البيجو 306 كانت بتنزل مع مواتير مختلفه زي ال 1400 سي سي، وده كان بيوفر اداء اقتصادي بشكل كبير. تاني موتور ال 1600، وده اللي انتشر بشكل كبير مع اغلب اصدارات ال 306، وال 1800 وده كان بينزل مع 306 على حسب الوكيل. اما اخر موديل ال 2000 سي سي وده كان بينزل مع النسخه الاقوى والاستثنائيه جي تي اي، وبالفعل اثبت نفسه وادى العربيه القوه مع الاتزان عشان تقدم تجربه قياده مميزه. وخليك عارف بقى ان المواتير اللي اتكلمنا عليها هي نفس مواتير البيجو 206، عشان كده في تشابه كبير للاجزاء الميكانيكيه ما بين الاثنين. موديلات البيجو 306 ومواتيرها كانت بتيجي بمواصفات متقاربة في كل نسخة عن التانية، فكانت بتيجي بطول 4 متر 50 ل 4 متر 150، وعرض من متر 68 لمتر 70، وارتفاع من متر 37 لمتر 41، وارتفاع عن الأرض من 12 ل 15 سنتي، مع مساحات تخزين من 250 ل 1150 لتر تقريبا، بمعدل استهلاك من 6 ل 10 لتر تقريبا لكل 100 كيلو. والمواصفات دي مع معدل تسارع من 0 ل 100 في 8 أو 12 ثانية، وسرعة قصوى من 180 ل 220 كيلو في الساعة. مع قوة مواتير ال 306 وتعدد الإصدارات تعددت المزايا. فأول ميزة التصميم. تصميم بيجو 306 جميل جدا وجذاب سواء في النسخة السيدان منها أو الهاتشباك، لكن أنا عن نفسي أفضل الهاتشباك منها، ده غير إنها زي ما قلت لك الأكثر انتشارا. تاني ميزة تجربة القيادة والأداء. فالعربية بتقدم تجربة ممتعة جدا للقيادة خاصة في الطرق السريعة، وده بسبب اتزان القوي جدا مع سحبها الممتاز. وبشكل عام ده بيرجع للاستجابة السريعة اللي بين الموتور ودواسة البنزين. ضيف على الكلام ده بقى العزل جيد جدا برضه مع نظام تعليق مميز وسلس وبيمتص لعيوب الطريق سواء في النور والمطبات. تالت ميزة الراحة والمساحة الداخلية. فاستكمالا لتاني ميزة مع نظام التعليق اللي بيقدر يتعامل مع عيوب الطريق، الا انك هتحس براحة من نوع تاني ومش قاعد متزنق زي اغلب العربيات الهاتشباك، وده بيرجع لاتساع الجزء الامامي والخلفي للركاب، ده برضه مع اتساع مساحات التخزين خاصة مع طي الكراسي الخلفية. لكن في حالة ان في 4 افراد في العربية الهاتشباك طبعا هتفقد جزء كبير من مساحة التخزين الخلفية، لكن السيدان منها ما بتقابلش المشكلة دي. رابع ميزه الاقتصاديه. البيجو 306 اقتصاديه بشكل كبير جدا في كل موديلاتها تقريبا، وده في حاله ان ما فيهاش اي مشاكل تاثر على استهلاك البنزين سواء في كهرباء العربيه او الموتور.
خامس واخر ميزه سعرها يعتبر مقبول جدا بالمقارنه باسعار عربيات تانية من نفس الفئه واقل في الامكانيات. ذكرنا المميزات، تعال بقى اقول لك على العيوب اللي بعدت ناس كتير عنها خاصة في السوق المصري. اول واسوأ عيب هو نفس عيب البيجو 206 واللي كان بيتمثل في كهربة العربية، فأي مشكلة في الكهرباء بتؤدي لمشاكل تانية في حالة انك ما اتعاملتش معاها بسرعة ومع حد مختص، فمش اي كهربائي يقدر يتعامل مع مشاكلها، وعشان كده ما تستناش لأي عطل في الأجزاء الكهربية لل 306. تاني عيب مشاكل نظام التعليق، فبرغم ان عفشتها بتقدم راحة كبيرة للركاب الا انها بتحتاج لصيانة بشكل دوري، عشان لو اهملتها في الغالب هتأثر على الاتزان وهتلاقي اهتزازات في العربية اثناء القيادة. تالت عيب الجير بوكس، فمع تغيير نقلات الموتور هتحس الى حد ما بتقل في بعض الاحيان غير اصوات ممكن تحصل. رابع عيب التوجيه، والعيب ده مش موجود في كل الموديلات، وهو انك هتحس بتقل وصعوبة في توجيه الدركسيون خاصة مع السرعة المنخفضة. خامس عيب قطع غيارها، فبسبب عدم انتشار ال 306 في مصر بشكل كبير قطع غيارها مش موجودة ومش منتشرة، لكنها بتقبل قطع غيار بديلة. اخر عيب اعادة بيعها سيئة، وده بسبب زي ما قلت لك انها مش منتشرة في مصر، ده غير العيوب اللي ذكرتها. تشتري ال 306 ولا لا؟ انا عن نفسي شايف ان الموضوع هيبقى متوقف على حاجتين، وهي انك تقدر تتعامل مع عيوبها خاصة في الكهرباء، وده في حالة ان عندك صنايعي ممتاز يقدر يتعامل مع اي عيب في الاجزاء الكهربية، ونفس النظام مع شغل الميكانيكا اللي اقل تعقيدا من الكهرباء. تاني حاجة تحدد اشتريها ولا لا هو سعرها، يعني في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار والغير منطقي لو سعر ال 306 مغري ومتميز طبعا هشتريها، ومشكلة قطع غيارها واعطالها فاكيد ليها حل، سواء بقى قطع غيار بديلة او انك ممكن تعدل على العربية في الاجزاء الداخلية. لكن لو السعر قريب من الاسعار المنافسة للعربيات من نفس الفئة فانا هستبعد ال 306 تماما. ده كان فيديو بيجو 306، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.